السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنشارك معكم طريقتي اللي كنوجد بها الدجاج مبخر. طريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت ومكونات بسيطة، ما كاينش تعقيدات وصراحة كيجي بنين بزاف بزاف. جربوه بطريقتي غادي يعجبكم بزاف وغادي تعتمدوه ان شاء الله. كنتمنى انكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. ندوزو لطريقة التحضير. خديت جوج ديال الدجاجات يعني بحجم متوسط، تقريبا 2 كيلو في الوحده. كنغسلوه مزيان وكنخليه يستقطر. بالنسبه للمقادير، عندي زيتون اخضر مقطع، عندي معلقه كبيره ديال الكمون، وعندي معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير، ومعلقه ديال الابزار الاسود، والملح على حسب الذوق. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، عندي 4 الفصوص ديال الثوم، وعندي الشعريه الصينيه تقريبا 300 غرام، وعندي واحد الحزمه ديال القزبر والمعدنوس. كنضيف هذوك التوابل كاملين في واحد الاناء. كنزيد هذيك المعلقه ديال الهريسه، يعني على حساب الرغبه، الا كتبغيو الحار ممكن تزيدوا. كنضيف هذوك 4 الفصوص ديال الثوم، وكنضيف داك القزبر اللي عندي مقطع، وكنضيف واحد شويه ديال الزيت يعني تحدف لي هذاك المقطع، وكنخلطهم مزيان ومزيان. وكناخذ الدجاج يعني كنشرملو بالطريقه اللي هي كندخلو ديك الشرموله ما بين الجلد واللحم حتى كتبل مزيان الدجاج، وكيدخل معاه ديك الشرموله باش كيجينا بنين. يعني ضروري ما كنماصيو هذاك الدجاج بديك الشرموله مزيان حتى كيتجانس فيها الشرموله باش كتجي بنينه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. كنحيدها على جنب، وكناخذ الدجاجه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، يعني كنتبلها مزيان مزيان. ضروري هاد العمليه هذه باش كيجينا الدجاج بنين وشارب هذيك التوابل ديالو مزيان. الا بغيتو الدجاج يجي بنين يعني ممكن نخليه واحد ساعتين او 3 ولا 4، يعني على حسب الوقت المتوفر عندنا. كيجي اكثر بنين يعني اكثر من اننا نوجدوه في نفس اللحظه ونطيبوه. كنخلي هاد الدجاج هنا في هاد الاناء وكنخليه واحد المده. من بعد كناخد الشعريه الصينيه، كنضيف عليها واحد شويه ديال الزيتون مقطع والمعدنوس، وكنضيف معلقه صغيره ديال الابزار الاسود، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الخرقوم، وكنضيف واحد المعلقه ديال الهريسه تقريبا غير صغيره ماشي كبيره، يعني باش ما تجيناش حاره، لان درنا الهريسه في الدجاج. هنا غير كنسمو، وهاد الهريسه ما حراش بزاف يعني غير بنينه. وكنضيف الخرقوم معلقه صغيره، قزبر ومعدنوس كنضيف واحد شويه تبقى لي كنزيدو حتى هو، وكنخلط مزيان هاد الشعريه حتى كتجانس مع هاد التوابل. كنخلط بالايد ديالي، من الافضل الايد هي اللي كنتحكموا فيها وكنعرفوا القياس اللي ديال الشرموله وديال الحاجه في يدينا من الاحسن. كنخلطها مزيان مزيان. ومن بعد كناخذ الدجاج وكنبدا نعمر. يعني انا هنا غنعمر دجاجه بهاد الشعريه، والدجاجه الثانيه غنعمرها غير بالمعدنوس، كيجي حتى هو بواحد البنه هائله. هنا كنعمرها مزيان وكندخل حتى بين الفخاد وبين ديك الجلده حتى هي كنعمرها مزيان. صدقوني كيجي واحد البنه هائله. من بعد كنربط هذيك الرجيلات ديال الدجاجه وكنحطها على جنب. هنا كناخذ واحد شويه ديال المعدنوس، تقريبا واحد القبطه صغيره، كنضيف عليها شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، وكنضيف شويه ديال الملح، وكنضيف الهريسه وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الثوم محكوكه، وكنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، وكنخلطها مزيان بالايد حتى كيتجانس مع هذيك التوابل كاملين اللي ضفت لهم. وكناخذ الدجاجه وكنعمرها بهاد المعدنوس. الا كان ممكن انا نضيف واحد حتى الكبده وهذوك الكنيسات كنزلقوهم وكنقطعوهم وكنتبلوهم حتى هما بنفس الطريقه، يعني اللي ما تبلنا بها المعدنوس، وكنخلطوا مع المعدنوس وكندخلوها في قلب الدجاجه. ومن بعد كنبخروهم يعني بطريقه سهله. وهذا هو الشكل النهائي. كما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف وبنانين، وصراحه كتجي واحد الوصفه هائله بزاف وبنينه.
كنصحكم تجربوها تعجبكم. وهذاك المعدنوس كيجيو يعني طريقة اللي هي سهلة وزوينة بزاف يعني مغايرة على المعتاد. كتجي واحد البنة اللي هي لا توصف، ممكن اننا ندخلو معاها اي حاجة بغينا. وشكرا لكم المتابعة، الى فيديو آخر.